لو عايز تغير من نفسك وتنجح وتتخلص من أي فشل في حياتك، اسمع الكلمتين دول. ليه دايما بتبالغ في تقديرك للحظة واحدة مميزة وبتقلل من أهمية إنك تقوم بتغييرات بسيطة في حياتك بشكل يومي، ودايما بتقنع نفسك بأن النجاح الكبير بيكون محتاج لفعل وحدث كبير منك. وكلامي هنا سواء أنت كنت عايز تزود من وزنك أو عايز تخس أو حتى عايز تنجح في تأسيس شركة أو تأليف كتاب أو حتى عايز تحقق أي هدف في حياتك. وانا هنا بسأل نفسي وبسألك انت كمان، ليه كنا بنتجاهل اهمية اننا نحسن من نفسنا او من طريقتنا او من قراراتنا ولو 1% على الاقل؟ وانا معاك ان ال1% ده ممكن انه ما يكونش ليه تأثير كبير لو جينا نبص له بالنسبة للهدف اللي عايز تحققه او توصل له، ولكن خلينا اقول لك ان ال1% اللي مش عاجبك ده هتغيره كل يوم قادر مع الزمن وعلى المدى البعيد انه يحقق لك اللي ما كنتش تتوقعه لما بدأت. لانك لو خلال سنة بدأت تحسن من نفسك بنسبة 1%، في نهاية السنة هتكون طورت من نفسك بنسبة 37%، يعني هتكون في نهاية السنة أفضل ب 37% من نفسك في بداية السنة. مع إنه على العكس لو ما حسنتش من نفسك أو من قراراتك بنسبة 1% اللي أنت مستقل بيها دي في بداية السنة، هتلاقي نفسك في آخر السنة هتوصل للصفر. وعشان كده انك تحسن من نفسك بنسبة 1% حتى لو التحسين ده ما حسيتش بيه بشكل كبير، افضل من انك ما تحسنش من نفسك وتوصل في نهاية السنة ل0% وتفضل محلك سر. وخلينا اقول لك ان العادات هي عبارة عن فائدة مركبة لتحسنك الذاتي، وعشان كده تأثير عاداتك بيتضاعف وبيزيد كل ما تكررها، وده عكس اللي بيكون باين لك بان تكرار العادة والتحسن بنسبة 1% ما لهمش تأثير ملحوظ، او ان التأثير ده بيكون قليل، مع انه على العكس خلينا اقول لك ان التأثير ده بيكون كبير وهتلاحظه، ولكن على المدى البعيد سواء حسنت من نفسك او ما حسنتش، لان فوائد العادات الحسنه او تكاليف العادات السيئه مش هتبان لك الا بعد سنه او 2 ويمكن 10 سنين، لاننا في الغالب كنا بنقوم بتغييرات بسيطه، ولكن بسبب ان النتائج بتيجي متاخره وبطيئه بنلاقي نفسنا بنرجع لسلوكياتنا وعاداتنا القديمه. وانا شخصيا افضل اني احسن من نفسي يوميا بنسبه 1% على اني افضل محلك سر وما اطورش من نفسي او اتغير للافضل، لان تكرار 1% من اخطائي كل يوم مع الايام هيوصلني لنقطه او وضع ما احبش اني اوصل له، وساعتها هقول لنفسي يا ريتني كنت غيرت من نفسي حتى ولو 1% اللي كنت مستقله. وعلى فكره مش مهم مدى نجاحك النهارده لو بدات تحسن من نفسك بنسبه 1%، لان المهم هو هل قرارك اللي انت خدته ده بانك تحسن من نفسك بيحطك على المسار الصح ولا لا. وخلينا اضرب لك مثال على الكلام ده. لو مثلا كنت موظف وبتقبض مرتب كويس او صاحب شركه صغيره او حتى كبيره ولكن بتصرف اكتر من دخلك الشهري، فانت كده على المسار الخطا وهينتهي بك الحال انك هتفلس. وعلى العكس لو كانت ظروفك على قد حالها ودخلك الشهري مش كبير ولكنك بتحاول انك تدخر جزء منه، فانت كده على المسار الصح وفي طريقك للتحرر المالي حتى لو كنت ماشي بشكل بطيء، لان النتائج اللي بتحققها هي عباره عن مقياس متاخر لعاداتك. وخليك فاكر ان العادات الحسنه هتخلي الزمن حليفك والعادات السيئه هتخلي الزمن عدوك في يوم من الايام. واي تحسن بيحصل في سلوكك وعاداتك ما بيكونش بسبب فعل واحد انت قمت بيه او حتى قرار واحد انت خدته، ولكنه بيكون نتيجه لاكثر من قرار او فعل انت قمت بيه. وساعتها لما تنجح الناس كلها هتشوف ان نجاحك ده حصل فجاه او صدفه، وانك محظوظ، وما يعرفوش كميه المعاناه اللي انت عانيتها ولا الاصرار والمصابره اللي ثبت عليهم وانت في طريقك للتحسن والتغيير. ولكن من اصعب الحاجات اللي هتقابلك وانت في طريقك للتغيير هي مرحله وادي الاحباط، والمعروفه بمنطقه القدرات الكامنه، واللي فيها اغلب الناس بتيأس وبتميل للكسل وممارسه عاداتها القديمه لو ما تخطوهاش وشافوا نتائج ملموسه لقراراتهم وتصرفاتهم. وعلى فكره لما تنجح انت الوحيد اللي هتكون عارف ان نجاحك ده ما حصلش بالساهل ولا بالصدفه ولا بالحظ، وان كل الخطوات اللي قمت بيها او القرارات اللي سبق وخدتها مجتمع مع بعض هم اللي حققوا نجاحك في النهايه، ومش فعل واحد كبير زي ما كل الناس معتقده ان النجاح دايما بيكون محتاج فعل واحد كبير. وده عكس الواقع، واللي بيثبت ان النجاح الكبير ما بيحصلش من قرار او فعل واحد بس، ولكنه من اكتر من قرار وموقف وقدر كبير من الثبات والمصابره والاصرار والعزيمه. ودلوقتي خلينا اقول لك قصه فريق الدراجين البريطاني واللي اتغير مستواه من ميداليه اولمبيه وحيده خلال 100 سنه ل 178 ميداليه في 10 سنين، وده بسبب اتباعهم لنظام تراكم المكاسب الهامشيه عن طريق تغييرهم وتحسينهم نسبه ال1% في كل شيء بيتعلق بسباق الدراجات. فريق الدراجين البريطاني خلال 100 سنه من 1908 ل 2003 ادائهم في سباق الدراجات كان متواضع، وما قدروش يفوزوا خلال ال 100 سنه الا بميداليه ذهبيه وحيده في الالعاب الاولمبيه، وما فازوش ولا مره بسباق طواف فرنسا في الفتره دي. وبسبب ادائهم المتواضع في سباق الدراجات
وصل بهم الحال ان في واحده من اكبر شركات تصنيع دراجات السباقات رفضت انها تبيع لهم دراجاتها، لانها خافت ان ادائهم المتواضع ياثر على مستوى مبيعات دراجاتهم لباقي فرق سباق الدراجات لو عرفوا انه فريق الدراجين البريطاني بيستخدم دراجاتهم في سباقات الدراجات اللي بيشاركوا فيها. وعشان المستوى السيء اللي بيقدمه فريق الدراجين البريطاني، قررت إدارة شؤون سباق الدراجات الاحترافية في بريطانيا في 2003 إنهم يعينوا ديف بريلسفورد كمدير أداء جديد للفريق، وكان الهدف من تعيينه إنه يحسن من مسار الفريق. وفعلا مدير الأداء الجديد ديف بريلسفورد بدأ مهام عمله، والرجل ده كان عنده استراتيجية مهمة واللي هي استراتيجية تراكم المكاسب الهامشية، واللي هي عبارة عن فلسفة ملخصها البحث في التحسينات الهامشية البسيطة في كل شيء يخص سباق الدراجات. بمعنى انك لو قدرت تجزئ كل جزء يتعلق بركوب الدراجات وتحسنه بنسبة 1%، وبعد كده تجمع كل المكاسب دي، هتحصل في النهاية على زيادة كبيرة في الأداء. وبالفعل بريلسفورد هو ومساعدينه عملوا شوية تعديلات في كل حاجة ممكن يفكر فيها أي واحد مهتم بسباق الدراجات، زي انهم صمموا مقاعد الدراجات من جديد عشان تكون أكثر راحة للدراجين، ومسحوا إطارات الدراجات بالكحول عشان تكون أكثر ثبات على الطريق، وطلبوا من الدراجين انهم يلبسوا ملابس قصيره ومدفئه كهربائيا عشان يحافظوا على درجه حراره مثاليه للعضلات اثناء ركوب الدراجات، واستخدموا مستشعرات دورها انها تقدم لهم معلومات عن مدى استجابه الدراجين للتدريبات. وطلبوا من الدراجين انهم يلبسوا الملابس اللي بيلبسوها في التدريبات لانها خفيفه واقل مقاومه للهواء. ما اكتفاش بريلسفورد بالتحسينات اللي قام بيها واللي كانت بتمثل تحسين بنسبه 1% في كل شيء، ولكن وصل بالحال انه اختبر اكثر من نوع من كريمات التدليك عشان يشوف انهي كريم بيساعد عضلات الدراجين في التعافي اسرع، واستعان بطبيب عشان يعلم الدراجين ازاي يغسلوا ايديهم كويس عشان يتجنبوا الاصابه بنزلات البرد والانفلونزا. واختار للدراجين المخدات والمراتب اللي هيناموا عليها عشان يناموا بشكل افضل كل ليله. وبعد كل التحسينات اللي ادخلها بريلسفورد على الدراجين والدراجات، قدر خلال 5 سنين من توليه مهام مدير الاداء لفريق الدراجين البريطاني انه يخلي فريق الدراجين البريطاني يهيمن على مسابقات الدراجات المفتوحه ومسابقات الصالات في اولمبياد بكين 2008، لدرجه انهم فازوا ب 60% من الميداليات الذهبيه في اولمبياد بكين 2008. وبعدها ب4 سنين في اولمبياد لندن حقق فريق الدراجين البريطاني انجاز غير مسبوق، وحطموا 9 ارقام قياسيه اولمبيه و7 ارقام قياسيه عالميه. وفي نفس السنه 2012 قدر الدراج البريطاني برادلي انه يفوز بطواف فرنسا، وفي 2013 الدراج البريطاني كريس فروم قدر انه يفوز بطواف فرنسا، وكرر الانجاز ده في 2015 و2016 و2017. ومن بعد تولي بريلسفورد منصب مدير الاداء لفريق الدراجين البريطاني وقيامه بتحسين كل شيء يخص سباق الدراجات بنسبه 1%، قدر انه يساعد فريق الدراجين البريطاني خلال 10 سنين من 2007 ل 2017 انهم يفوزوا ب 178 مسابقه عالميه، ويحصلوا على 66 ميداليه اولمبيه، ويفوزوا بطواف فرنسا 5 مرات، وكل ده بسبب استراتيجيه تراكم المكاسب الهامشيه والتحسين في كل شيء بنسبه 1%.